تصالح نفسك ليه؟ شفت كتاب وقرأته وعجبني جدا. صاحبة الكتاب بتقول كل ما فترة شغلي كمرشد نفسي بتزيد، كل ما بتأكد يوم بعد يوم من معلومة خطيرة جدا، ويمكن تكون هي السبب في كتابة الكتاب ده، وهي إن ألد أعداء أي واحد فينا هي نفسه. بكل أسف لو اتسلطت عليه وأصبحت العلاقة بيننا وبين نفسنا علاقة المذنب والجلاد، وهو ده الشكل الرسمي لعلاقة أغلبنا بنفسه إذ لم يكن جميعنا. قبل كده كنت فاكرة ان الانسان المهزوم او الانسان الضعيف او الكاره لنفسه هو الانسان اللي مر بظروف وعاشر ناس عملت في كده، لكن اتضح لي مع الوقت ان كنت غلطانة. اكتر انسان مهزوم وضعيف وكاره لنفسه وللحياة كلها هو الانسان اللي عمل في نفسه كده، اللي بيجلد ذاته وبيعذبها ويوصفها بأبشع الصفات والالفاظ كل ما يأثر او ينسى او يغلط او يكون دون المستوى. في ناس كتير عاشت في ظروف صعبة وتربت على ايد ناس قاسية جدا وعانت فوق احتمال اغلبنا، لكن الحاجة الوحيدة اللي منعتهم من الانهيار ومن انهم يعيشوا ناس مشوهة ومريضة وعاجزة عن اي شيء هي انهم رحموا نفسهم، صاحبوها واحتضنوها وطمنوها وطبطبوا عليها، كان مع نفسهم مش مع الاخرين عليها، عرفوا قيمتها وقالوا لها كلام حلو وشجعوها في عز ما كان الكل بيخبط فيها. علشان كده قدروا يعدوا الصعب ويعيشوا أسوياء بعكس كل التوقعات. وفي ناس العكس اتوفرت لهم ظروف أحسن من غيرهم كتير، ويمكن كانوا في وسط أهل وبيئة داعمين أو حتى عاديين، لكن طلعوا للدنيا شايفين كل حاجة صعبة ووحشة وشايفين نفسهم ما يستحقوش أي حاجة حلوة أو مميزة، بس بسبب إنهم ما عرفوش يرحموا نفسهم ويعملوهم زي الناس اللي ذكرناهم في الأول. أكتر حاجة بتعذب الإنسان في وقتنا الحالي وبتحرمه من أي استمتاع بأي حاجة في حياته مهما كانت حلوة مش الظروف ولا الناس ولا الجو ولا الزمن ولا البلد اطلاقا. اسأل اي بني ادم كده ماشي في الشارع وقول له مش انت عارف ان كل واحد فينا عنده عيوب ومميزات؟ هيقول لك بمنتهى الثقة والارتياح وبملء فمه طبعا اكيد. طيب طالما انه طبعا واكيد والمعلومة دي بديهية وساذجة قوي، ليه بترفض تصديقها على نفسك؟ يعني ليه عندك استعداد تقبل ان كل الناس ربنا خلقها عندها الحلو والوحش ومش قادر تقبل انك واحد منهم وزيك زيهم، وانك انت كمان عندك حاجات وحشة وعيوب وسلبيات؟ ليه بتستبعد الامر عن نفسك تماما وكأن في حرمانية او جريمة؟ ليه دايما حاسس بينك وبين نفسك بالنقص والخزي والعار والرفض والضيق لمجرد انك انسان طبيعي وعندك جانب مظلم مش راضي عنه؟ ليه بتقول لنفسك انك عمرك ما هتتقبل نفسك ولا هتعرف طعم الراحة والرضا معاها وبيها الا لو جه اليوم وصحيت لقيت نفسك بدون عيوب؟ انت لسه رافض انك عندك عيوب وانك هتعيش وتموت وانت انسان عندك عيوب؟ انت لسه مصدق انك ممكن تتخلص من كل عيوبك نهائيا في وقت من الاوقات؟ لسه بتحارب في طواحين الهوى؟ انا ما اقصدش مضايقتك بكلامي، بس انت تبقى بتحكم بطريقة غلط على الامور لو كنت بتفكر كده، ولو كنت مقتنع انك مش ممكن تحترم نفسك الا اذا نظفتها تماما من كل عيوبها. مين قال لك كده؟ ومين اصلا طلب منك كده؟ ده ربنا اللي خلقنا بنفسه قال لنا انه عارف ان احنا ضعفاء وبننسى وبنخاف وبنغلط وبنقصر وبنكسل وبنستهبل، وبالرغم من ده كله هو سبحانه وتعالى قابلنا وبيحبنا وبيغفر لنا مهما عملنا وبيسامحنا وبيعفو عنا. مش بس كده، ده كمان ممكن يبدل سيئاتنا حسنات. كل ده وتفضل مصمم انك ما تقبلش نفسك علشان في عيوب؟ مين اقنعك بصحة الفكرة دي؟ حاول تزيل الفكرة من دماغك فورا وفوق كده وصحصح معايا. حاول تزيل الفكرة دي من دماغك فورا وفوق كده وصحصح معايا. كلنا عندنا عيوب ومهما عملنا هيفضل عندنا نقط ضعف، واعظم عظماء الدنيا عندهم سلبيات، ومش مطلوب منك انك تعيش ضد فطرتك المليئة بالعيوب او ترفضها علشان تحب نفسك وتحترمها وتقدرها. صاحبة الكتاب بتقول قبل ما اكتب الكتاب ده عملت استقصاء رأي بسيط من المتابعين اللي عندي على السوشيال ميديا، طلبت منهم ان كل واحد يبعت لي ويقول لي نسبة رضاه عن نفسه كام في المية وليه، وكانت النتائج مروعة. محدش راضي عن نفسه باستثناء عدد من الناس لا يتجاوز اصابع الايدي الواحدة، واغلب الاسباب كانت لاني عندي العجز
العيب الفلاني، وده عينه من العيوب اللي الناس كانت شايفاها في نفسها ومش راضيه عن نفسها بسببها. انا عصبي وانفعالي جدا، وانا طيبه زياده عن اللزوم والناس بتستغلني، انا بتكسف وما بعرفش اخد حقي، انا بتكلم كتير والناس بتعرف كل حاجه عني، وانا كسلان وما بكملش حاجه بداتها، انا بضيع وقت بشكل رهيب، انا عاطفيه وبمشي ورا مشاعري، انا حساسه جدا وسهله البكاء، انا بتاثر جدا براي الاخرين فيا وفي حياتي، انا بتاثر جدا بمشاكل الاخرين وبتعاطف معاهم بدرجه عنيفه، انا ملول جدا وبزهق من كل شيء، انا سلبي جدا وبهرب من المواقف، انا متردد وما بعرفش اخد قرار، وحاجات تاني كتير. مع كل احترامي لكل اراء الناس دي وكامل تعاطفي مع معاناتهم الحقيقيه مع كل العيوب دي، لكن انا مش هتكلم عن عيب واقول لكم نتعامل معاه ازاي ونعمل في ايه، لان مش عايزه اتكلم عن العيوب في حد ذاتها، انا عايزه اتكلم عن المبدأ نفسه، انك تكون عندك عيوب. مطلوب منك ايه بخصوص الموضوع ده؟ عن ببساطه انت مطلوب منك تزكيه نفسك، زي ما ربنا بيقول قد افلح من زكاها، يعني مطلوب منك تصلحها، تحسنها، من ترقيها، تنظفها، تشتغل عليها، توصل بيها لأحسن مستوى ممكن، الآدمية والإنسانية والأخلاق. لكن لا يمكن ومستحيل ومش مطلوب منك إنك توصل لدرجة تنقية نفسك، يعني إنك تخليها بدون أي عيوب أو سلبيات. مفيش حد يقدر يعمل كده أصلا، والناس اللي عايشة راضية عن نفسها وحابة حياتها دي هي الناس اللي فاهمة الكلام ده وعايشة بتعمله. هقولها لك تاني وتالت وهفضل أفكرك طول الكتاب، أنت مطلوب منك التزكية وليس التنقية. افهم علشان ترتاح. علشان كده الخطوة رقم 1 في مشوار صالح نفسك هي انك تبدأ تطور وتحسن من نفسك، ماشي؟ لكن من مبدأ القبول بيها زي ما هي، بحلوها ومرها، بقوتها وضعفها، بمميزاتها وعيوبها، مش من باب الرفض للتزكية دي ولا من باب الاضطرار لتحملها، لان ربنا خلقها كده. ناس كتير عندها مشكلة في فهم موضوع قبول العيوب، اقبل اني كسلان او عصبي او متردد او مسرف او ازاي؟ انا عارف ان الصفات دي ما تتحبش، ومتأكد ان انت اكيد عانيت منها كتير، وفاهم انك ممكن تكون مش حابب نفسك كده دي بسببها. يبقى هتقبلها ازاي؟ وهنا اقدر اقول لك انك تقبل عيبك مش معناه انك مبسوط بيه ولا مرتاح معاه ولا انه مش فارق معاه، لا خالص، لكن معناه انك تكون بينك وبين نفسك بتقول يا رب انا قابل انك تختبرني بوجود الصفات دي فيا، يا رب انا عارف ان ده اختباري وانك اخترته ليا علشان انا قده واقدر اصلح نفسي فيه، يا رب انا راضي وموافق انك تكون خلقتني بالصفات دي، عندي العيوب دي وعندي التحديات دي وعندي استعداد ان اجتهد واجاهد وارتقي بيها قدر استطاعتي، يا رب بالرغم ان انا ما بحبش الصفات دي فيا لكن انا مش معترض ومش ساخط ومش رافض اختيارك ليا، يا رب انا فاهم انك خلقتني ناقص علشان احتاج لك، وضعيف علشان استمد قوتي منك، وعاجز علشان استعين بقدرتك، يا رب انا من جوايا راضي. قبل ما يجي اليوم ده اقول لك على حاجه، لو حاسس ان في عيب معين فيك مضايقك قوي ومؤثر على حياتك فعلا ومش عارف تعمل فيه ايه، فوض فيه امرك لله بقولك ده بكل جديه، قول لربك بينك وبينه كده انا يا رب عارف اني غلطان في الحاجه الفلانيه وعندي النقص الفلاني وفيها العيب الفلاني، وحاولت كتير وبقالي كتير بحاول اخلص منه او اصلحه ومش عارف، كن دليل يا رب واهديني اعمل في ايه، فوضت امري اليك فيه. قول الكلمتين دول بصدق وبنيه صادقه ان ربنا يتولى امرك ويهديك للصواب في الموضوع ده، مش تقولهم وانت نيتك الكسل وعدم الحركة من الاساس وتبقى بتقولهم علشان تريح ضميرك وخلاص. انت عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عمل كده قبل كده، فاكر اما خرج من هو مهزوم ومجروح ومتألم كان بيقول ايه؟ كان بيقول الدعاء الشهير ده اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. يعني ايه؟ يعني يا رب انا فوضت امري اليك فكل اللي انا حاسس بيه من نقص وعجز وانت تولاني برحمتك. قول الدعاء ده وبعدها اقبل وسلم بعيوبك وبنقط ضعفك وتوقف عن جلد نفسك علشان انت لسه مش عارف تتخلص منهم. اقبل نفسك على وضعك
وشوف بعدها ربك ممكن يديك لاي طريق علشان يساعدك تحسن من نفسك. احنا كده كده بنتطور وبنتحسن وبنكتسب صفات ومهارات وامكانيات ما كانتش فينا قبل كده، لكن عمرك ما هتحس بقيمة اي حاجة من دي ولا هتفرح بيها ولا هتقدر نفسك عليها لو فضلت متخيل انك ممكن توصل ل100% مميزات وصفر عيوب. انسى الموضوع ده وصالح نفسك. الداء اللعين اول واهم واصعب سبب ممكن يخليك عايش طول عمرك مش راضي عن نفسك مهما عملت هو ما أشير إليه باسم الداء اللعين، لأنه مش بس داء متأصل ومغروس في أسلوب تربيتنا من زمان، ولا لأنه صعب التخلص منه ومحتاج شغل كتير، لكن لأنه هو للمصيبة الكبرى في كتير مننا لسه فاكرين إنه حاجة حلوة ومتمسكين بيه، مش فاهمين إنه أكبر أسباب الجحيم المستمر في حياتهم. أقصد داء المقارنة. المقارنة طول عمرها موجودة بين الإخوات وبعض، بين القرايب اللي في نفس السن، بين زملاء الفصل الواحد، بين الستات وصحباتهم، بين موظفين الشركة الواحدة أو أولاد المهن الواحدة. ماشي، كل ده معروف ومفهوم، وبالرغم من إنه مش صح وإنه له آثار سلبية على الناس، لكنه ما كانش بيوصل للحدود المبالغ فيها اللي احنا واصلين لها دلوقتي. ليه؟ هجاوبك دلوقتي. التكنولوجيا والسوشيال ميديا وطرق التواصل اللامحدود اللي حوالينا في كل مكان أصبحت سبب في إن حياتنا كلنا بقت متفتحة على بعضها ومكشوفة لبعضها، وبقيت تقدر بضغط الزر زي ما بيقولوا تعرف أدق تفاصيل حياة أي بني آدم على وجه الأرض. والمشكلة إنك مش بتشوف حياة ناس عاديين زيك وبس، لا، بقيت بتشوف حياة أحسن حد في كل حاجة. يعني لو أنت مهتم بالصحة والدايت والوزن والكلام ده هتلاقيك متابع حساب أحسن واحد بيلعب رياضة في بلدك، وحساب أسرع واحد خس في الوطن العربي، وحساب أرفع ست في مصر ويمكن في العالم كله. ده طبعا غير إنك ملم طول اليوم بصور الناس اللي وهبت حياتهم للجيم واللي بقت بتلعب 100 ضغط كل يوم الصبح علشان تسخن قبل ما تبدأ تمرينها اليومي، وانت اصلا بتنهج لمجرد انك بتتفرج عليهم، مش قادر حتى تجرب وتقلدهم بسبب وزنك اللي يعتبر عائق في حياتك. ولو كنت مهتم بالبيزنس والمال والاعمال هتلاقيك متابع حسابات الناس اللي بتشتغل في شركة الاحلام بالنسبة لك، وحسابات مديري وكبار موظفي نفس الشركة والشركات اللي شبهها، وحسابات كبار رجال الاعمال اللي في المجال بتاعك اللي في بلدك، الناس اللي معاها مليارات ومليارديرات، العالميين اللي ربنا فتحها عليهم من وسع ووصلوا لمرحلة انهم بيكسبوا فلوس وهم نايمين او هم حتى بيستمتعوا بحياتهم في جزر البهامة. اما بقى لو كنت مهتم بالعلم والتعليم هتلاقيك متابع حسابات اكبر الجامعات الدولية علشان تعرف مصروفاتها وشروط القبول فيها وتبات تحلم بمنحة من طرفهم، ومتابع حسابات اصحاب الحظ السعيد اللي بيدرسوا في الاماكن دي وبتتفرج على نظافة تعليمهم وعلى نظافة دماغاتهم وجمال المستقبل اللي مستنيهم، وانت شديد الحزن على سنين عمرك اللي ضاعت ما بين دراسات وتفاضل وتكامل ونظرية ان الانسان كان اصله قرد، وبتبكي على احلامك وطموحاتك العلمية اللي ممكن تكون نهايتها في شهادة عليا ختم النسر. اما لو حضرتك كنت ست واخدة بالها من نفسها ومهتمة بامور الموضة والجمال واللبس والمكياج وما الى ذلك، فانت بالذات مش هتكون ملاحقة على حسابات الفنانين والمشاهير والشخصيات العامة والفاشونسيات والميك اب ارتست وبيوت الازياء المحلية والعالمية ومحلات البرندات والماركات والناس اللي بتقلد البرندات والماركات وبتعمل منهم الكوبي والهاي كوبي، وانت طبعا مش طايقة نفسك علشان مش عارفة تجيبي فستان واحدة منهم ولا تمسكي شنطة واحدة تانية ولا تحطي ميك اب زي الباقيين ولا تشد وشك ولا تعملي تجميل لشفايفك زي طنط اللي انا وانتي عارفين ان معدية 80 ومع ذلك شكلها اصبى مني ومنك. اما لو كنت ست عاقلة وراسية وعايزة تعيش مع جوزها علاقة حلوة وتربي عيالها تربية صح ومهتمة بانك تتطوري وتحسني من نفسك ومن بيتك، فهتكوني متابعة حسابات التنمية البشرية في بلدك وحسابات احسن اللايف كوتشز في الوطن العربي وحسابات ايقونات التربية والعلاقات والتطوير الذاتي في العالم. هتشوفي ناس مفيش في حياتهم غلطة وازواج سعداء ومتفاهمين طول الوقت وعيال متربيين وبيعملوا المطلوب منهم من قبل حتى ما يخطر على بال اهاليهم. فطبعا هترجعي تبصي بنفور على بيتك العادي اللي فيه ايام حلوه وايام وحشه
وحشة، وعلى جوزك اللي بيفهمك مرة و10 لا، وعلى عيالك اللي بيسمعوا كلامك في الأعياد والمناسبات وتحت ضغط وتهديده بالرشاوي، وحتى على نفسك وتسأليها وتلوميها وتبهدليها علشان هي مش حلوة وفاهمة وذكية وبتتصرف صح كده على طول زي الناس دي. إذا كنت من الناس المحبة للفسح والسفر والحاجات دي، فهتلاقيك متابع حسابات أجدد المطاعم وأفخم الفنادق وأحدث القرى السياحية والمنتجعات وأجمد أماكن الفسحة في كل مكان على وجه الأرض. وطبعا عينك بتطلع كل يوم على صور الناس اللي بتسافر وتصيف وتشتي وتقضي رأس السنة والأعياد وحتى شم النسيم في أماكن أنت مش عارف أساميها أصلا، فتلاقي نفسك مش حاسس بطعم أي حاجة حلوة في حياتك، ولا حتى على طلعة الساحل أو السخنة اللي أنت دافع فيهم دم قلبك. ضحكت؟ انا مش بهزر على فكرة، يمكن الكلام يبدو انه سخرية وتريقة، لكن اقصد كل حرف فيه بمنتهى الجدية. المقارنة من اكبر الموانع اللي واقفة في طريقنا علشان نرحم نفسنا ان لم تكن اكبرها على الاطلاق. والمقارنة اذا كانت وحشة ومدمرة زمان بقدر بسيط، فهي وحشة ومدمرة دلوقتي بقدر اكبر بمراحل، لانك حاليا اصبحت بتقارن نفسك باعلى المعايير في كل شيء، واللي مش ممكن تكون متوفرة في حياتنا بنسبة 90% من البشر. ده معناه ان بنسبة 90% مننا بيعيشوا في نكد وقهر وكره لنفسهم ولحياتهم مهما كانت حلوة ومستقرة وفيها نعم كتير، لانها بكل المقاييس وابسط المقارنات هتكون دون المستوى مهما عملوا. طيب ايه غرضك من كل ده؟ عايز انا اعيش بلا طموح ولا تطور؟ ولازم نشوف اللي احسن مننا علشان نتعلم منهم ونقلدهم ونتحسن احنا كمان. ده عايزنا نفضل زي ما احنا ولا ايه؟ هو ده السبب بالظبط اللي مخلي الناس متمسكة بمبدأ المقارنة في حياتها، اللي مخليهم فاكرين انها حاجة كويسة وانها شطارة منك انك تفضل تبص لفوق، لانك لو ما عملتش كده هتفضل زي ما انت، ومش بعيد كمان تبقى بتفكر غلط وترجع خطوات للخلف والناس كلها راكبة الصاروخ وطيارة وانت مش دريان. ما هو منك انت لو هتبص للناس اللي انت بتعتبرهم موديل او ايقون او مثل اعلى، دول من منطق انك هتتعلم منهم او هيشجعوك او هيسهلوا عليك او هيدوك امل تبقى زيهم. هقول لك انت كده تمام وزي الفل، لكن المشكلة انك بتبدأ كده، لكن بعد فترة من متابعة الناس دي وبدون وعي بتلاقي نفسك بتقارن بينهم وبين نفسك، وبتلاقيك بتقول لنفسك كل ما تشوفهم هم فين وانا فين، تبتدي تحس بان المسافه بينكم كبيره قوي وانهم حلم بعيد عليك، وانك بتجري بكل طاقتك علشان تجاريهم لكن هيهات انك تحصلهم. فبتكون نتيجه متابعه الناس دي عكسيه تماما، فبدل ما كنت عايز تتعلم منهم هتلاقيك حاسس على طول انهم في وادي وانت في وادي تاني خالص، وبدل ما كنت عايز تاخد منهم امل هتلاقيك على طول محبط بسببهم، وبدل ما كانوا بيشجعوك وبيحفزوك علشان تبقى زيهم تلاقيك بتحس بالفشل وخيبة الرجا كل ما تبص لحالك وتبص لحالهم. كل ده ليه؟ لان الموضوع اتحول من متابعة لمقارنة في هدوء وصمت وبدون علمك، وغالبا هتفضل ما عندكش اي علم عن الموضوع ده قبل ما تتحول حياتك كلها الى حالة عامة من السخط على نفسك وعدم الرضا بحالك واستصغار كل حاجة حلوة في حياتك. قلت لكم ده العين. طيب ايه المطلوب؟ نعمل ايه علشان نكون عايشين في الدنيا ومش معزولين عن العالم ونتطور ونستفيد من غير ما نمر بالدائرة المرهقة دي كلها؟ اولا، اما تكون عايز تتحسن في اي مجال، صحة، شغل، فلوس، علاقات، تعليم، في قاعدة مهمة قوي لازم تحطها دايما قدام عينيك، وهي انك عليك بالسعي وليس النتيجة. يعني ايه؟ ربنا بيقول ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني يا بني آدم اللي عليك انك تسعى وتحاول وتتعلم وتجرب وتحسن وتتطور وتعمل كل حاجة تكون في ايدك، لكن النتيجة دي مش بتاعتك. سواء بقى اتوفقت في الوصول للحاجة اللي انت عايزها ولا لا، انت عليك تسعى وتشتغل، وربنا هو وحده القادر انه شغلك ده يجيب نتيجة او لا. انت فهمت؟ علشان كده من هنا ورايح خد بالاسباب فعلا واعمل كل اللي تقدر عليه بصدق، وبعد كده نام وانت مرتاح وهادي البال سواء اللي عملته ده جاب نتيجة ولا لا، لانك واثق ومتأكد ان النتيجة هتحصل بإرادة ربنا وبالكيفية والتوقيت اللي ربنا مدبره ليك
اما يشوف منك جديه واجتهاد وعدم تكاسل او تواكل منك، فاهدى وارتاح واطمن اول ما تخلص الجزء اللي يخصك في الموضوع اللي هو السعي، وسيب الباقي على ربنا لانه مش من اختصاصك انت خالص. ثانيا، بما اننا موجودين في الدنيا دي في اختبار، وكل واحد فينا بيحاول يحصل على اكبر درجات ممكنه لغايه ما يقابل وجه كريم، فلازم تشوف سعيك لاي هدف ده على انه وسيله تحصيل درجات في حد ذاته، بصرف النظر انت وصلت للهدف النهائي ولا لا. يعني مثلا لو كنت ام فاضله وهدفك انك تربي ولادك احسن تربيه، فقررت تاخدي بالاسباب وتتعلمي وتقرري وتدوري وتسالي اصحاب الخبرات، لازم تكوني سعيده بنفسك وراضيه على حالك وانت بتعملي ده، بصرف النظر ولادك طلعوا ناس محترمين او نص نص او شمتوا الناس فيكي، لان سعيك ده في حد ذاته بيكسبك نقط وبيعلي في درجاتك، وده اللي هينجحك في اختبارك في الدنيا ايا كانت النتيجه اللي ولادك هيكونوا عليها في النهايه، لاننا اتفقنا ان النتيجه والتوفيق والبركه دي بتاع ربنا. اما انت افتكري ليس للانسان الا ما سعى، يعني ملكيش غير درجاتك اللي بتحصليها طول ما انت عايشه، واللي انت بتاخديها فعلا طول ما انت ماشيه في طريقك لهدف سواء وصلتي او لا. مثال تاني، لو حضرتك واحد بتاع بيزنس وحاطط عينك على مكان عالي قوي في مجالك، لازم تكون واعي ان كل خطوه بتاخدها وانت ماشي لهدفك بتتعلم فيها مهاره او بتكتسب منها خبره او بتقوي فيها امكانياتك او بتصلح فيها من اخطائك. يعني سعيك في حد ذاته مكسب، درجات عمال بتطلعها وبتعليك شويه بشويه حتى لو لسه ما وصلتش للمكان اللي انت عايزه، وحتى لو ما وصلتش اصلا. وما اجمل لو كان عندك نيه حلوه من البيزنس بتاعك ده، زي انك توسع على اهلك او تشغل معاك ناس عطلانه او تحسن من اقتصاد بلدك او يكون معاك فلوس تعمل بيها خير، ساعتها هتكون كل خطوه في طريقك مكسب في الدنيا والاخره حتى لو ما فيش اي حاجه من اللي بتتخطط لها حصل. ثالثا، لو فرضنا ان مثلك الاعلى اللي انت بتحاول تمشي على اخطائه ده درجته 99% في المجال بتاعه، اكبر غلطه ممكن تعملها في حق نفسك انك تحرم نفسك من اي احساس بالامتنان او الشكر او التقدير على مجهودها حتى لو انت لسه درجتك 70%. مين قالك انك لازم توصل لنفس درجته؟ مين قالك انك لازم توصل لنفس درجته ولا هتبقى وحش وناقص وغير اهل للتقدير؟ مين قالك انك ممكن توصل لدرجته اصلا؟ هو انت على علم هو بدأ من الدرجه كام ومن وقت قد ايه علشان يوصل للدرجه اللي هو فيها دلوقتي دي؟ مش جايز هو بدأ من الدرجة 40 مثلا وبالتالي هو اتقدم 59%، في حين ان انت ممكن تكون بدأت من 10 وبالتالي انت اتقدمت 60%، يعني اكتر منه. وحتى لو هو بدأ من الصفر مش ممكن يكون بدأ من 10 سنين مثلا وبالتالي لا يمكن حضرتك تحصله في 3-4 سنين. اي سباق نزيه في الدنيا لازم يكون خطة البداية والنهاية وزمن السباق واحد لكل المتسابقين، لكن ده مش موجود في الحياة، لان خط بدايتنا لا يمكن يكون واحد. كل واحد اتولد في زمن معين في بيئة معينة بين اهل معينين اتربى تربية معينة وتوفرت له امكانيات خاصة بيه هو لوحده، مش ممكن نتساوى ابدا في كل الحاجات دي، وبالتالي نقطة بدايتنا مش واحدة، كمان نقطة نهايتنا مش واحدة. في اللي بيبدأ بدري لكن عمره بيخلص بدري، وفي اللي بيبدأ متأخر لكن ربنا بيمد في عمره، وفينا اللي بيبدأ بدري وربنا بيبارك في وقته وايامه فبيضاعف انتاجه. يعني كمان الزمن المتاح لينا مش واحد، علشان كده بقول لك مبدأ المقارنة العمياء ده اكبر عدو ليك. صدقني طول ما انت فاكر انك لازم تكون في نفس مستوى الاخر ونسخة منه وفي نفس التوقيت، عمرك ما هتوصل لكده وعمرك ما هترحم نفسك. رابعا، في نقطة مهمة جدا كمان لازم تاخد بالك منها جدا، ان زي ما ربنا خلقنا اطوارا في ارحام امهاتنا فهو خلقنا اطوارا برضو في الدنيا، يعني عايشين نتطور من مرحلة لمرحلة اعلى واكتر تطورا. علشان كده غلط انك تقارن نفسك بحد وتعذب نفسك لانك مش زيه. في مرحلة زي ما هو ما ينفعش اقارن فهم طفل في الابتدائي بفهم طالب في الجامعة وارجع اقول ان بتاع ابتدائي ده غبي ومفيش منه امل، افضل احط من قدره واقلل من قيمته لان مش زي التاني دلوقتي. في حين ان لو سمحت له مراحل التعليم الطبيعية للتطور يمكن يطلع بتاع ابتدائي اذكى واشطر من التاني في نفس المرحلة، لكن بعد ما يكون مر بكل المراحل اللي كان في حاجة اليها للتطور. علشان كده بقول لك وبكل ثقة كل المطلوب منك واللي لو عملته لازم تكون سعيد وراضي بنفسك وعن نفسك، انك تكون بتعلى وبتتطور وبتكبر بنسبة قد ايه وفي قد ايه وصلت للناس التانيين ولا لا مش مهم، المهم انك عامل اللي عليك ومش مكبر دماغك
وسايبها زي ما تيجي تيجي. وعلشان كده برضو كل علماء النفس والصحة النفسية والدين وكل الناس اللي بتفهم بجد بيقولوا لك ان المقارنة الوحيدة الصح هي انك تقارن نفسك بنفسك. كنت فين وبقيت فين؟ بتتطور ولا بتتدهور؟ بتطلع قدام ولا بترجع لورا؟ كل مدى بتكون انسان احسن ولا اسوأ؟ بكررها تاني وتالت ومليون، مش لازم تكون زي حد علشان ترضى عن نفسك. مش لازم توصل للمستوى اللي وصل له علشان تقدر روحك. مش لازم تكون نسخة علشان تحترم ذاتك وتحبها. مش لازم حياتك تبقى شبه حياته علشان تحس انها كويسة، ولا فلوسك تكون قد فلوسه علشان تحس انها مكفياك، ولا اولادك يكونوا زي اولاده علشان تحس انهم مالين عينيك. المهم انت بامكانياتك انت وبظروفك انت وببيئتك انت، مع الوقت هتكون احسن ولا لا. حاجة اخيرة عايز اقولها في الموضوع ده، لو كنت ناوي تتابع حد وتعتبره مثل اعلى ليك في اي مجال، تابعه وانت بتعتبره علامة يوجهك للطريق الصح ويدلك ويساعدك تمشي ازاي وفي اي اتجاه علشان توصل، لكن ما تعتبرهوش